رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا اغتنما. صباح الخير والجمال عليكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يلا بينا نشوف هنعمل ايه النهارده. هنعمل بقى عصير كده رمضاني قمر بجد. النهارده بقى هستخدم معاكم صوبيا عمان، بجد جميله جدا. للي مش مجربها بجد يجربها تحفه. ولو ليكوا انواع تانية حلوه وطعمها مظبوط وجميله وغنيه، يا ريت تقولولي في الكومنتات. وقبل اي حاجه اوعوا تنسوا اللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. تعالوا بقى نشوف هنحط اضافات عليها ايه. انا بجيب معلقه من كريم جانتي، معلقه واحده او اتنين حسب ما انتوا اللي يريحكوا يعني. تمام. بجيبهم بضربهم مع شويه ميه صغيرين كده ساقعين، بضربهم في الخلاط. دي اول حاجه. تاني حاجه بحط معلقه سكر واحده على لتر صوبيا. بجد اللي عايز يحس بحلاوة وطعم الصوبيا بجد ما كترش سكر. السكر بيضيع وبيجزع النفس كده، ما بيبقاش ألذ حاجة، وهي اصلا عليها سكر باودر. فاحنا نحط معلقة واحدة، ده طبعا حسب ذوقكم، عايزين تزودوا براحتكم خالص. حطيت معلقة لبن باودر. يبقى ضفت ايه على الصوبيا عمان؟ ضفت معلقة من اللبن البودر، معلقة من السكر، معلقة من الكريم جانتي. تمام كده على اللتر من الحليب بقى، او نص حليب نص مية، براحتكم خالص. حطيت بقى 5 معالق من صوبيا عمان بس كده، وهخلطها في الخلاط. تمام جدا. ممكن تقلبوها بمعلقة في شفشق كده العصير، تمام قوي. بس انا بحب اخلطها في الخلاط بجد. الكريم جانتيه بيتجانس كده مع العصير وبيعمل فوم تحفة. لو حابين تعلوا النكهة اكتر ممكن تحطوا رشة فانيليا بسيطة خالص، ما تسكرش كده، ذرة فانيليا بس كده. تلج بقى، مية، لبن، كميات براحتكم خالص. بس المقادير اللي بقولكوا عليها هتطلع تحفة جدا. بعلبة من العمان اللي هي دي بنستعمل منها 5 معالق بس كده. معلقة السكر نسيت احطها، فانا حطيتها هنا دلوقتي بس كده، مش اكتر. ممكن بقى تتعبى في اكياس او ازايز وتشال في الفريزر. لو عندك عزومة او حاجة ممكن تعمليها قبلها بيوم، مش بيجرالها اي حاجة. انا بقى اعبيها في شفشق كده رمضاني قمر، احطها في التلاجة يشربوها الاولاد على الفطار. رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا اغتنما. كنت برفع شفشق العصير كده عشان اوريكم السمك والقوام القمر بتاع الصوبيا، يعني بجد خطير. لازم تجربوه. تعالوا بقى نشوف النهارده هنعمل بقى لازانيا، يعني مش قمر واحد، بجد قمرين. هتعجبكم جدا وهتشرفك قدام ضيوفك، بجد خطيرة. بس تعرفوا التركات بتاعتها الصح هتعملوها يعني أجدع صينية لازانيا في العالم كلها بس كده. يلا بينا. أنا كنت بعصج لحمة فقلت أعصج كيلو بالمرة عشان النص التاني ينفعني في يوم تاني، أسهل على نفسي. جبت معلقة من الزيت ومعلقة من السمنة، حطيت عليهم اللحمة المفرومة، اديتهم تشويحة كده، نزلت عليهم البصلة، ورقة لورا، حبهان، رشة من فلفل الأسمر، ورشة من الملح، ورشة من بهارات ريحانة، بجد خطيرة، طعمها تحفة. لازم تجربوها، يعني أحلى من ماركات تانية انتوا عارفينها. بجد تجربوها هتعجبكم قوي. بس اديتها تشويحة بقى لحد ما شربت الصوص اللي فيها، والدنيا بقت مفيش أجمل من كده. أهم حاجة في وصفتنا في اللازانيا لازم نفك اللحمة كويس. ما ينفعش اللحمة تبقى كتل كده، يعني تفكوها بقى بهرسة بطاطس أو حاجة. هنا شلت نص في الفريزر، نص من اللحمة المفرومة، وهشتغل بقى في الطاسة دي زي ما أنا كده. خلاص أنا شوحت نص كيلو لحمة، حطيت عليه معلقة صلصة، صلصة اللي هي معلبات اللي هي بتدي لون قوي للأكل يعني، برضو دي اختياري براحتكم خالص. جبت شوية من الكرفس، طبعا انتوا عارفين ان انا مش بلاقي كتير او مش جنبي حاجة ان انا اجيب منها، فعلى طول مخزنة في الفريزر منه. مش قادرة اقول لكم، مهم جدا في الوصفة دي، بيدي تيست عالي جدا. وهحط كمان اضافة تانية يعني ممكن تستغربوها شوية، بس بجد يعني وانتوا بتاكلوا اللازانيا كده هتقولوا الطعم تحفة، ده جاي منين؟ انتوا مش عارفين الطعم جاي منين. هو الجزر. الجزر بجد
فظيع في الوصفة دي، العيال ما خدوش بالهم منه اصلا. مدي تسكيرة كده للحمة ومدي قوام كده للصوص، بجد خطير، هيختفي تماما ولا هيبقى ليه اي اثر ولا هتاخدوا بالكم منه اصلا. يبقى الكرفس والجزر الاتنين دول مهمين في وصفة اللازانيا، لازم يبقى عندكم الاتنين. هنا بقى جبت صوص طماطم، 5 كده طماطميات او 6 طماطميات في الخلاط، فرمتهم كويس جدا، نزلت عليهم على اللحمة على طول، نزلت بقى بعود روزماري، مهم جدا برضو بيدي تطعيمة كده ونكهة حلوة للأكل، وكمان لو سلام بقى لو في شوية زعتر رشة كده خفيفة حطيت برضو. لازم بقى الصوص ده يتساب كده يعني تلت ساعة نص ساعة على النار، وطوا عليه النار كده وسيبوه يتسبك مع بعض، دي برضو خطوة مهمة جدا. زي ما انتوا عارفين بقى اسعار اللازانيا يعني بجد غالية قوي، ففي حد من صحابي كده وحبايبي قال لي لازانيا الملكة واجربها وحلوة جدا، فجبت بقى منها، قلت يلا بقى انا واثقة في صاحبتي دي جدا، فروحت جايبة الملكة، بجد خطيرة عجبتني جدا وعجبت الولاد قوي. اهم حاجة بس التركة والخطوة، انا مش بحب اعملها نية خالص، بقلق يعني بحس ان انا كده مش مرتاحة، فلازم اسلقها سلقة خفيفة 4 دقايق على النار، ولازم يا جماعة تطلعوها بطريقة كده بمساكة بحاجة كده بحرفة، بحيث وتفرطوها يعني تجيبوا صينية كبيرة تدهنوها زيت وبعدين تفردوا قطعة قطعة من اللازانيا زي ما انتوا شفتوا كده، يعني شريحة شريحة، ولو هتحطي فوقيهم شرايح تانية من اللازانيا ترشي كده ببخاخة الزيت وتسيبيهم، وتشتغلي بقى في صوص الابيض بتاع اللي هو البشاميل. البشاميل بقى 4 5 مكعبات كده من الزبدة الصفرا او سمنة او اي مادة دهنية، عليهم معلقتين زيت، هشوح فيهم 4 معالق من الدقيق، يعملوا لي الصينية الحلوة القمر دي. 4 معالق من الدقيق، البشاميل ما يبقاش تقيل قوي. الصوص الاحمر ده باللحمة المفرومة كده انا سبته نص ساعة على النار، بجد طعمه خطير. ما تستغربوش بقى ان انا هحط بعد ما ادهن الصينية البايركس اللي عندي، ما تستغربوش ان انا هحط اللحمة هي اللي تحت، ما تستغربوش خالص، اعملوا كده وعلى ضمانتي، ولا هتلزق ولا اللازانيا نفسها هتنشف، هتبقى طعمها خطير. اعملوا التريكات بس اللي بقول عليها، بجد هتعجبكم جدا والنتيجة هتطلع هايلة. اللازانيا بقى مستوية نص سوا زي ما احنا قلنا 4 دقايق بالكتير على النار، نفرطها كويس زي ما قلنا، وبعدين هنحط لحمة مفرومة عليها اللازانيا، عليها بشاميل، عليها موتزاريلا، عليها بقى لحمة مفرومة تاني، ونرجع نحط اللازانيا تاني وهكذا. خلاص انا مش هعمل جنبيها اي حاجة تانية، هي قطعة كده فيها كل الفيتامينز وكل حاجة، فيها كالسيوم، فيها بروتين، فيها نشويات، فيها كل حاجة، دهون، كل حاجة موجودة، فلا هعمل جنبيها لحمة ولا فراخ، بس كده طبق سلطة قمر، مش عايزين اكتر من كده، اكل سهل وبسيط ووجبة كده جديدة وجميلة مختلفة. رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا اغتنما. لو عايزة بقى تظبطي البشاميل كويس جدا، هتحطي 4 معالق مادة دهنية، يعني زبدة او سمنة او كده، وعليهم كمان معلقتين زيت، يعني دي زيادة كده اضافة، وبعدين 4 معالق من الدقيق، وعليهم لتر حليب او نص شوربة ونص حليب، وعليهم بقى شوية من الملح بوصات كده، ربع معلقة ملح ورشة فلفل اسمر خفيفة، والتست طبعا اللي انتوا عارفينه اللي قلته لكم قبل كده، رشة الفانيليا على البشاميل اللي بتخلي ريحته يعني واصلة لاخر الدنيا. ما تستغربوش الفانيليا مش بتتحط على الحلويات بس، لا ممكن تتحط على الحوادق كمان. حطوها بقى وابقوا ادعولي، وما تنسوش بقى وانتوا شغالين كده تسموا بالله وتصلوا على النبي عشان الحاجة تطلع طعمها حلو ويطلع فيها بركة كده وقمر زيكم.
الفرن بقى سخن على درجة حرارة 180، هتقعد ساعة الا تلت، يعني نص ساعة كده و10 دقايق هتلاقوها مستوية. عايزين تشغلوا المروحة بتاعة الفرن تمام، عايزين تسيبوها فرن بس على الشبكة، وفي اخر 3 دقايق ممكن تولعوا عليها الشواية، حاجة بسيطة كده، وتخلي بالكم عشان الوش بيتحرق بسرعة طبعا من الشواية. بس كده هدخلها بقى الفرن واسيبها خالص كده قبل الفطار بنص ساعة، ساعة الا تلت كده، هتبقى جاهزة واستوت معايا. هتشوفوا بقى القوام والشكل في الاخر وانا بقطعها. سقطوا يا ولاد أهوجي يا ولاد هيصوا يا ولاد أهوجي يا ولاد سقطوا يا ولاد بكل أمويانا معاد وعمره ما بيخلفش معاد بكل أمويانا معاد وعمره ما بيخلفش معاد أهوجي يا ولاد أهوجي يا ولاد أهوجي يا ولاد أهوجي يا ولاد يا رب يكون الروتين بتاع النهاردة في رمضان، يا رب يكون عجبكم، وكل سنة وانتم طيبين، وانتظروني في فيديو جديد.